البنات كي دايرين لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شهيوات خديجه التقومه. الوصفه ديالنا اليوم هي بيتزا كتجي رائعه، نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم. عندنا في العجين ديالها عندنا 3 الكيسان ديال الفورص او الدقيق الممتاز، عندنا خماره وحده، عندنا واحد قبيصه ديال الملح يعني على حسب الذوق، عندنا ياغورت بدون سكر، عندنا عاشقه ديال الزبده الممتازه او تاع العلب اللي متوفره عندكم في البيوت ديالكم، عندنا بيضه واحده، عندنا هنايا واحد نص معلقه ديال خميره ديال الخبز درتها مع نص كاس ديال الماء دافي باش تفاعل لينا ونديروها مع العجين ديالنا. عندنا هنايا واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون او زيت العود، عندنا هنايا واحد شويه ديال زعيطره غنديروها في العجين. هذا العجين ديالنا غنمروا الحشوه ديالنا اللي غنديروها في البيتزا ديالنا. عندنا هنايا واحد 4 القطع ديال الفلفله حلوه، عندنا هنايا واحد 4 القطع حتى هي ديال البصله صغيره قطعناهم على هذا الشكل هذا. عندنا هنايا الزيت النبات عفوا زيت العود، عندنا هنايا واحد عاشقه ديال العلب الطماطم او مطيشه ديال الحك، عندنا هنايا ورقه سيدنا موسى وزعيطره، عندنا هنايا واحد العلبه ديال الثوم، عندنا هنايا واحد قليل من الزيتون اخضر، عندنا هنايا فرماج احمر، قليل من الفرماج احمر حيت على حسب هاد البيتزا غنديرها لواحد الاخت كتوحم وقالت لي ما بغاتش الفرماج احمر، ما بغاتش في البيتزا، ما بغاتش فيه بزاف. عندنا هنايا واحد 4 معالق صغيره ديال سنيده، عندنا هنايا واحد 2 حبات طماطم او 2 حبات مطيشه، حيت ليهم الزريعه، ديالهم وحكيتهم مع ضريس صغير ديال الثومه وحكيتهم بهذا الشكل هذا. وعندنا هنايا السودانيه توابل، وعندنا الابزار. ندوزو لطريقه التحضير باذن الله. هنايا ندوزو لطريقه التحضير. ضفت هنايا الفورص في القصريه، ضفت عليه واحد قبيصه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. غنضيف عليه واحد معلقه ديال كبيره اللي قلت لكم ديال الزبده والياغورت بدون سكرات الياغورت، ولا مبغيتوش ديروا الياغورت ديروا كاس ديال الحليب. هنا غنضيفو خماره، واحد 4 المعالق ديال زيت الزيتون او زيت العود، صافي. غنضيفو هنايا هاد البيضه راه دربتها شويه وغنخلي فيها واحد معلقه صغيره، ان شاء الله غتشاهدوا معايا اش غندير في هذيك المعلقه صغيره. هانتوما غنضيفو هنايا واحد زعيطره، واحد شويه، وغنضيفو هنايا واحد نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز مع نص كاس ديال الماء دافي اللي قلت لكم غنديرها حتى هي صافي. وغنجمع الخليط ديالي مزيان، ولا خاصو مازال يتجمع غنزيدو شويه الماء دافي ونجمعوه بحال على حسب ما نجريوها، ما نقصحوها ونخليوها ان شاء الله. من ها هو البنات العجين ديالي دلكتو مزيان، غندير ليه السلوفان ونخليها تخمر.
كيف كتشاهدوا جينا نصايبوا لاصوص ديالنا. غنضيفوا 3 المعالق ديال الزيت العود، وواحد شويه الزعتر، ورقه سيدنا موسى زعيطره عفوا، واحد معلقه صغيره ديال الابزار، وواحد شويه الملح على حسب الذوق. وغنبداو نحركو مزيان حتى تشحر لينا وغيتيشرب لينا هذاك الماء ديال البصله والفلفله. وجينا هنا لاصوص غنصايبوه، ضفنا عليه واحد عاشقه ديال زيت العود، وغنضيفوا عليه واحد 4 معالق ديال السودانيه، وواحد 4 معالق ديال سنيده، وواحد شويه الملح. وغنحركوه حتى يشرب لينا هذاك لاصوص شويه وينسجموا العناصر بعضياتهم، وان شاء الله. هيا البنات، هنايا العجين ديالنا راه خمرات، عاوتاني هبطت ليها الخميره ديالها وجمعتها على هذا الشكل هذا. ودابا غنسرحها، غنضيف هنا واحد رشه ديال الفورص وغنطلقها وغنديرها في الصينيه ديالي. راه نتوما غتشاهدوا معايا هنايا على حسب البصله والفلفله ديالنا، وهذا شحرناها حتى ما بقاش فيها حس. هذاك الماء ديالها نشفات من الماء ديالها وتشحرات لينا مزيان. هنا هاد لاصوص ها هو بقينا نديو فيه ونجيبو نشحن حتى هو. خليناه فوق البوطه ديالنا حتى ولا على هاد الشكل هذا. هانتوما لاصوص طوماط كي تتولي راه كتجي رائعه. كنضيفوا فيها هذيك السنيده على حسب باش تحيد هذيك الحموضه ديالها، تنقص شويه وكتجي مع كيجي داك لوغو كيجي زوين. هنايا على حسب الفرماج البنات، علاش قلت لكم غنضيف انا هاد شويه، نتوما يمكن لكم غتضيفوا اكثر من هكايا، تضيفوا اكثر من هاد الكميه اللي درت انايا. على حسب الاخت راه كتوحم وما بغاتش الفرماج بزاف، هذاك الشيء علاش انا درت هاد البيتزا ما غيكونش فيها الفرماج بزاف. ولكن نتوما قد ما درتوا الفرماج مزيان قد ما غتجيكم بيتزا في المنظر زوين. ندوزو دابا غنسرحوا العجين ديالنا وغنديروه في هاد الصينيه، وان شاء الله غتتابعوا معايا. انا كملت على هذا الشكل هذا كيف لاحظتوا معايا. هنا هاد المعلقه صغيره ديال البيض اللي خلينا غنضيفوا عليها واحد شويه ديال لاصوص صوجا وغنحركوها كيف كتلاحظوا هانتوما. وغندهنوا هاد الفاس هذا غندهنوهم كاملين. وهنايا العجينه تاع البيتزا قطعت منها هاد الوريضات هادو اللي تيكونوا في هاد المرشم هذا.
نتوما اي طابع بغيتو تشكلو بيه غندهنو وغنلصق هاد الوريدات، غنلصقهم في كل وحده وغندير حبوب بافو غنديرهم فوق هذوك الوريدات. كملت على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. دابا غنسخن الفران وغندير الفران يسخن وغنخليها واحد 10 دقائق هكا فوق سطح العمل، عاد ندخلها طيب ان شاء الله. هاهي البيتزا ديالنا وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا. نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. نتمنى نكون فدتكم في هذه الوصفه، وان شاء الله ان شاء الله نكون ديما على حسن الظن ديالكم. وكنشكركم كاع كاملين اللي كيشاهدني واللي كيكتب لي كومونتير، كنشكركم كاملين وان شاء الله نعطي ما عندي المزيد نعطيه ان شاء الله. وما تنسونيش من لايكات وابوني، وان شاء الله اللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس. وان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.